إمام نفخ البالونة هي هو هو، إمام داس على البالونة هي هو هي يا ولد. طبعا للأسف يعني ده في بعض الناس اللي هتشتغل على موضوع البالونة ده، وبعض الأهلوية اللي هيطلعوا يحفلوا ويعملوا حكايات على البالونة وقصة البالونة والكلام ده كله. اللي بيحصل ده والله عبث، يعني حاجات، لان انت كمشجع اهلاوي، انا مشجع اهلاوي مبدئيا، يعني خلينا متفقين ان انا مشجع اهلاوي وغير راضي عن تصرف اللي عمله امام عاشور، واي تصرف بيحصل بالذات من الكابتن امام عاشور، وهقول لك ليه شويه كده. بس خلينا نتكلم الاول على الاهلاويه اللي هيطلعوا يحفلوا بالبالونه، وادي دونجا وادي الكابتن زيزو والناس على كلام غلط. يعني انت كاهلاوي اول واحد بينتقد بعد كده امام عاشور في الحاجات اللي بيعملها امام عاشور. يعني امام عاشور دلوقتي في البالونه اللي عملها دي، هتطلع انت تحفل وتحكي بيها وتقول لي بعد كده مش مهم لما ينزل مستواه هطلع اديله وهطلع اوضبه وهطلع اعمل فيه واسوي؟ انت دلوقتي اللي بتشجعه على الحاجات دي وترجع تنتقده فيها وترجع تلومه وتقول له ما هو انت لو مركز، ما هو انت لو سايبك من البالونه والحاجات واللي انت بتعمل، واخد لي بالونه في الشنكار ودلوقتي مستواك زي النيل، ركز يا كابتن امام. ده اللي انت هتقوله صح؟ انت مشجع اهلاوي، ده اللي انت بتعمله. يا ريت ما ننساش، بس انت اللي بتطلع تسانده دلوقتي وتقول له اعمل وسوي، والبالونه دي بيحتفل بيها ناس من جميع انحاء العالم وعادي بتعدي. وادي علي البليهي وهو بيحتفل بالبالونه، وده لاعب منتخب عمان احمد الخميسي بيحتفل في كاس الخليج بعد ما فازوا على السعوديه. طبعا هو بيرد على علي البليهي اللي احتفل بالبالونه اللي انت لسه شايف الصوره بتاعته، وادي ده من كام يوم على فكره في كاس الخليج اللي فازت بيها البحرين، بيحتفل عادي جدا. عندنا احنا مش بتعدي، والله عندنا مش هتعدي. عندك معاك اسبوع ولا 10 ايام، قصه البالونه دي هي الترندنج على السوشيال ميديا وعلى الاعلام الرياضي كله. الاستوديو التحليلي لسه الماتش خلصان والكابتن ايمن يونس قال لك ده امر غير مقبول، ازاي امام يعمل كده، التصرف ده مش بتاعنا ودي حاجات مش عارف ايه، ولازم لجنه المسابقات تتدخل وده ما ينفعش، وعمل هليله يعني. عنده يعني معلش يعني عنده شياط كبير من الموضوع ده، وناس كتير هيحصل لها شياط كتير من الموضوع ده. مش دي الصوره اللي احنا محتاجينها من الكابتن امام عاشور بكل بساطه، مش دي الصوره. انا هوريك الصوره اللي احنا محتاجينها من امام عاشور بالظبط، بس خليك معايا للاخر، وهقول لك على شويه حاجات ممكن الاهلي وفريق الاهلي يستفاد منها بالحركه اللي عملها امام عاشور. برضه صوره زي دي احنا نحب نشوف امام عاشور فيها كل ماتش كل مباراه، وامام عاشور عنده اكتر من كده 100 مره لو ركز بس في الملعب، وان هو كل ماتش يبقى رجل المباراه يقدر يعمل كده. لان في صوره تانية هجيبها لك شويه كده تثبت ده. النهارده احنا فايزين وخدنا 3 بونت ومتصدرين الدوري و15 نقطه وبتاع، فمش مشكله، افرح يا كابتن امام، ولكن احنا نحب نشوف الصوره دي على طول. دي الصوره اللي جمهور الاهلي فعلا ممكن يطلعك بيها السما. جمهور الاهلي يطلع اي حد السما بادائه جوه الملعب. امام عاشور عنده كتير، وعنده اللي يقدر يديه في الملعب كتير جدا، يعني يقدر يعمل لك شغل في الملعب كبير وتعتمد عليه، بل وتبني عليه خطه لعب. ده اللي بيخليه في اخر الموسم يبقى كده، يبقى احسن لاعب في مصر. لو استمر امام عاشور بمستواه وادائه وركز في اللقطه اللي جوه الملعب مش اللي بره الملعب، واتكلمنا واسهبنا فيها كتير، فخلاص ايه اسهبنا، اتكلمنا فيها واسترسلنا فيها كتير يعني. فمعلش يا كابتن امام، انا احب اشوفك اخر الموسم كده، احب اشوف امام عاشور اخر الموسم هو ده احسن لاعب في مصر واحسن خط وسط مهاجم في مصر الموسم اللي فات. احب اشوفك الموسم اللي جاي كده، اشير لك الصوره دي وهطلع بيك السما. جمهور الاهلي يطلعك في العالي جدا بادائك ومستواك جوه الملعب، واحنا سيب الباقي علينا. اي جمهور هيهاجمك وهيضغط عليك احنا ليه انا عارف انت مضغوط جدا وفي عليك يعني ضغط كبير من جمهور الاهلي قبل اي جمهور تاني. لما جه امام عاشور في الاول كان الضغط كله اللي جاي عليه من جمهور الزمالك طبعا، وده حاجه عاديه، انت سبت الزمالك وجيت للاهلي فكان جمهور الاهلي واقف في ظهرك وبيساندك عشان كميه الضغط اللي انت كنت فيها. لما تراجع مستواك وحصل اللي حصل معاك، جمهور الاهلي ضاغط عليك. حتى لما بيتحسن مستواك ممكن الناس تقول لي ما انت بتهاجم اهو، ما انت المفروض تقف وراه، انت ازاي بتقول عليه كده وبتاع، ما انت تسيبه يحتفل ويفرح. انا ما قلتش حاجه والله، انا ما قلت، مش بهاجمه يا جماعه، دي نصيحه لوجه الله، الله اعلم توصل له ولا ما توصلوش، لكن هو يقدر في الملعب يخلينا احنا نفسنا راضيين عنه جدا عن اداؤه النهارده. وهو احسن لاعب في الملعب، احسن لاعب، وخد مان اوف ذا ماتش، خد رجل المباراه ويستحقها. عمل كتير في المباراه النهارده وفي ماتش بلوزداد كان لا يعني بيحاول ويرجع. فهو لما بيحس ان في كميه الضغط بيحاول ينفس عن نفسه الضغط اللي فيه ده، فبيعمل الحركات دي. بقول لك لا، انت اعمل بس ادائك في الملعب واحنا هنجيب لك حقك من اي جمهور تاني، احنا كافلين ان احنا نسد وراك، مالكش دعوه. من غير ما انت تعمل لقطات هم يمسكوها عليك ويمسكوها علينا احنا. وجمهور الاهلي لما انت بتقع تاني بيرجع يحفل عليك بالحاجات اللي انت
عملتها وهم فرحوا بيها. فانت متخيل؟ فالناس يعني في هنا تركيبه غريبه. سيبها انت بس امام للجمهور ومالكش دعوه. اما النقطه الايجابيه اللي بقول لك انا استفيد بيها من اللي حصل النهارده، كان الكابتن سيد عبد الحفيظ طالع في بودكاست على قناه المشهد مع الاستاذ لطفي الزغبي، وكان بيتكلم على حته لما كان زمان ايام المستشار مرتضى منصور لما كان بيهاجموا بعض ويطلع يردوا التصريحات الصحفيه والتصريح الناري ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالكابتن سيد عبد الحفيظ قال له حاجه مهمه جدا، قال له انا ما كنتش بتكلم على حاجه ولا كنت بعمل، هو اللي كان بيستفزني ويخليني ان انا اطلع ارد على ناديه، كان بيعمل حاجات ما ينفعش تحصل، فانا لازم اطلع ارد. وكنت بطلع ارد في الاوقات دايما اللي فيها الفنيات واقعه، الدنيا واقعه عندي والاهلي مش هي، فانا بطلع ارد فيها واملى الدنيا يعني واعمل ايه جو وتصريحات وبتاع. لكن لو المستوى فني كويس والاهلي كويس مش هتكلم في الحاجات دي، خلاص هنتكلم فنيا ونتكلم في اللعب وبس. ففي الاخر هي بقى دي الحاجه الايجابيه اللي انا بقول لك عليها، ان احنا البرامج والتوك شوز والتحليلات والناس المحنكين اللي هيقعد يقول لك الفنيات والاهلي وكولر لعب بالخطه بتاعه 3-4-3 وهيعمل وهيسوي يعتمد على، مش هيتكلموا فيها، مش هيذكروها. واحنا دي لمصلحتنا على فكره، ان البرامج دي تمسك في حته الشيطان والبالونات والحاجات اللي بتحصل دي، الحاجات اللي هي بره الملعب، ويسيبك فنيا. هو الاهلي واقع فنيا بقاله فتره، والدنيا عندنا مش الطف حاجه، وعندنا اصابات وعندنا بتاع فايه، فاللقطه اللي زي دي بتخرجك من الحته بتاعت الفنيات ان الناس تتكلم فيها، وتسيب الاهلي يعرف يشتغل، تخرج الضغط عن اللعيبه وعن المدير الفني. فدي الحاجه الايجابيه. ركز بس، ده الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي المفروض هو اصلا يكون له مكان اساسي جوه النادي، وكانت سقطه كبيره خروجه من النادي الاهلي على فكره، ودي دايما بقولها المجلس كابتن محمود الخطيب، دي سقطه كبيره خروج الكابتن سيد عبد الحفيظ من الجهاز الفني للنادي الاهلي. فهو اللي اتكلم في النقطه دي وقال لك ان احنا في اللحظات الوقوع الفني دي كنا دايما بنطلع نرد نخلي الكلام بره الملعب، لكن لما ابقى فنيا جامد وعندي اللعيبه وما عنديش اصابات وعندي الصفقات الكويسه جات لي وبتاع، فخلاص انا ما كنتش بتكلم. ده الكابتن سيد بيقول كده، فكنتش بتكلم، كنت بتكلم اسيب بقى اللي عايز يتكلم فني تعالى نتكلم فني. لكن لحظات الوقوع دي، اللقطات دي بتغنيك عن الهري حوالين الفريق، وتخلي الفريق يركز في ادائه، في مستواه وتطويره وتدعيمه والصفقات اللي جايه وبتاع، والسوشيال ميديا والبرامج بقى تتكلم لها بقى في اللقطه والحاجات اللي بتحصل دي. فدي الميزه الوحيده اللي بتحصل دي، هتخدم الاهلي. لكن حته اللي عملها امام عاشور مش بتخدمه هو، زي ما قلت لك كتير في الفيديو. فاتمنى يعني اكون وصلت الرساله. واخيرا انا فرحان جدا ومبسوط جدا باداء الاهلي النهارده، الحمد لله. كنا نقدر نسجل اكتر، سموحه جه في الشوط الثاني جت كورتين في العارضه كانت ممكن الدنيا تبوظ مننا، ولكن الحمد لله يعني. حتى كولر اتكلم فيها وقال لك انا اللعيبه برده ما نفذتش، وفين الصفقات؟ كل ماتش هيطلع كولر يذلوا اهل الاداره فين الصفقات وفين البتاع؟ ما حدش قال لي حاجه، قال لك ما حدش جاب لي سيره الصفقات وما عرضوش عليا حاجه، انا ما اعرفش حاجه يا بيه، انا مش من هنا، انا اصلا من سويسرا والمحفظه بتاعتي ضاعت هنا في مصر. فمش عارف. كولر قال لك اللعيبه، في بعض اللعيبه ما نفذتش، طلبتهم بالهدوء ان هم يمسكوا الكوره، وسموحه عملت علينا شوط جزء من الشوط الثاني كويس، ولكن ده لا يخفى عليكم ان الراجل يعني مش مبسوط ولسه الصفقات بتاعته ما جاتش. ولكن الحمد لله تصدرنا الدوري 15 نقطه، فوز مهم جدا، وليه يعني مكتسبات كتيره حصلت النهارده سواء من اللعيبه وطريقه اللعب اللي احنا شفناها النهارده. نتمنى ان نكمل على الطريق ده في الدوري ونفضل متصدرين الدوري، هيخف عليك ضغط كبير. الماتش اللي جاي يبقى مع استاد ابيجان في الكوت ديفوار ان شاء الله، لو فزت خلاص يبقى ضامن الصعود اول او تاني بقى. هيبقى جاي لك اورلاندو يلعب هنا في القاهره، فهيبقى الماتش ده يحدد مين اللي هيفوز. لو اورلاندو فاز على شباب بلوزداد هيبقى قاعد بس الماتش بتاع الاهلي هنا مع اورلاندو، تبقى هتحدد مين اللي هيصعد اول ومين اللي هيصعد تاني، وتبقى الدنيا ارتاحت معاك في افريقيا. ودايما الاهلي بيعمل ده في المجموعات ويحرق دمنا، ولكن الحمد لله على كل حال. الف مبروك لكل جمهور الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله.